سؤال جالي كتير: يا كوتش، هو أنا ينفع أبني عضل في رمضان ولا آخري أحافظ على اللي عندي؟ الإجابة الصادمة إنك ينفع، لا، وكمان تزيد ضخامة، بس بشرطين. لو عملتهم هتشوف دراعك ده في حتة تانية بعد العيد. تعال أقول كالخلاصة: الشرط الأول إنك تدخل كمية البروتين اللي جسمك محتاجها في الساعات اللي فطران فيها. يعني ما تجيش تفطر لي سمبوسة وتقولي العضل مش بيكبر ليه. ركز على الفراخ، اللحمة، والبيض. الشرط الثاني: تمرينك يكون ذكي، مش لازم تهد نفسك بالساعات. ساعة واحدة بتركيز وأوزان ثقيلة بعد الفطار ب3 ساعات كفيلة إنها تفجر عضلاتك، لأنه هرمون النمو بيبقى في أعلى مستوياته. وعشان أنا بحبكم نزلت لكم جدول بروتين كامل لرمضان مجاني على قناة التليجرام، الرابط في البايو. وفي الآخر عايز أشكر كل واحد فيكم كتب كومنت حلو أو بعت لي رسالة شجعني فيها إني أرجع. حبكم ده هو اللي مخليني مكمل، وتعب المونتاج هون عشانكم. شكرا لكم يا وحوش، وصلي على النبي. سلام.